هو انت ليه في مصر بالذات ابتدى، خد بالك بقى، خد بالك عشان دي قصة غريبة يعني، وهفهمك حاجة هي اتقالت قبل كده بس هنفسرها بناحية تانية. مصر قوية عسكريا جدا، خلاص، جدا. عشان كده الحمد لله هي الوحيدة اللي في المنطقة العربية المستقرة، ولسه عندنا النزعة بتاعت النخوة والرجولة اللي بتفقد مع الوقت. خد بالك، عايز اقول لكم على حاجة خطيرة، ان من زمان التسعينات كان عارفين، كانوا يعني اكيد شفتوا صور امهاتكم كده، ما كانوش اغلبهم على فكرة ما كانوش محجبات بالمناسبة يعني، وكانوا بيلبسوا مايكرو جيب وكانوا بيلبسوا ميني جيب، صح؟ عارفين ليه كان ده بيحصل وليه ما بقاش يحصل؟ حد يعرف يناقش القصة دي؟ القصة دي خطيرة جدا بالمناسبة. ليه كان زمان متقبل التحرر في اللبس تمام جدا واغلب امهاتنا كانوا كده، وليه دلوقتي نفس او اكتر شوية بس هو مش متقبل تماما؟ الفكرة البعيدة او المصدر الاساسي فكرة صعوبة الجواز النهارده. حلو، هقول لك على النقطة دي. خلي الناس لو نزلنا الفيديو ده خلي الناس ترد، لان السؤال ده خطير جدا، والرد بقى بتاع القصة دي نعمله في فيديو تاني.